ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوفوا القناه، انا اسمي سوسن. لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل سلطه كده حلوه شديد، نعمل ماما غنوج بدل بابا غنوج. تعالوا نشوف الحاجات الحلوه دي اتعملت ازاي السلطه دي، ونخش في الفيديو ونبدا. يلا بينا نبدا الفيديو. ادي كده يا ست الكل معاي كوسه، ولو عندكم الصغيره في البلاد التانية، احنا ما عندناش غير دي. المهم هنجيب الشوكه بتاعتنا ونغزغزها. طيب، وانا برضو ما عنديش بوتاجاز بالغاز كهرباء، فهعملها في الاير فراير. لو ما عندكيش اير فراير اعمليها في الفرن او على الفحم. احنا الجو يعني ابتدى يبرد، قولوا لي يلا في كومنت حلو الجو بتاعكم عامل ايه شهر 8 ده. فانا هحطها في الاير فراير على الجريل، البروجرام جريل، هديها كده نص ساعه ونشوف مع بعض لغايه لما الكوسه بتاعتنا تطيب. ده بقدونس، شويه كده من البقدونس، وده شبت نقطعه. ممكن نشيل دول مش عايزينهم. نعمل نفس الطريقة كده. جهزنا اللي هنحطه في الكوسة بتاعتنا. شوفي كده يا ستي الكل، عايزين 3 فصاص توم، حلو الكلام. وعايزين، انا ما عنديش بصل صغير فقسمت البصلة، عايزاها دي شوية. لما الكوسة تكون نص استوى كده هحط البصلاية، وبعد كده بعد شوية تاني احط التوم. ادي كده يا ستي الكل. انا بصراحه مش عارفه اخدت معاي كام، لان كل شويه كنت بفتح اعمل لها تشيك وبعد كده اقفلها تاني. فما نسيبش الحاجه، نعمل لها نتاكد كل شويه. نفتح يعني الفرن بتاعتنا او الجريل بتاعتنا، نقشرها كده. طبعا سخنه. للناس اللي بتحب شطه ممكن تحط في الاير فراير او تشويها، تحط شطه خضراء، بس انا مش هحط لها، هحط شطه حمراء بسيط. اقشرها كده وارجع لكم. ادي كده يا ستي الكل. بعد ما كشرتها، انا قلت لكم اشووا الشطه، حطوها معاها في الكبه. المهم هجيب الكبه بتاعتي ونحط الكوسه بتاعتنا بالبصل بالثوم من دون ما نقطعها كده. البصل الشوناو والثوم اللي شوناو، نحط الحاجات السوائل دي اللي نازله. بعد كده عايزين ليمون، شوفي على حسب ما انت بتحبي المزازه بتاعت الليمون. انا هحط نص عصير ليمون واقل كمان عشان دي مليانه شديد. والطحينه 3 ملاعق كبيره من الطحينه، والملح على ذوقكم انتوا، ونص ملعقه صغيره من الكمون، نص ملعقه صغيره من الكمون، والملح على ذوقكم انتوا. نخلط الحاجات الحلوه دي كلها مع بعض مع بعض. شايفين هنا ممكن نذوق الملح، ولو عايزه ليمون زياده، عايزه طحينه زياده، انا هحط شويه من الليمون. الملح معي كويس. بعد كده هنجيب الشبت بتاعنا، مش هنضرب شديد خالص، كده كده احنا ضربنا اصلا الكوسه بتاعتنا والبقدونس. نضربهم مره تاني، بس مش عايزينها تخلط شديد زي مش عارفه كده. يلا نجيب الطبق بتاع التقديم ونشوف هنقدم السلطه الحلوه دي. ادي كده يا ست الكل، نجيب طبق التقديم بتاعنا وننزل الحلويات دي. وادي كده يا ست الكل، عملنا ماما غنوج بدل بابا غنوج بالكوسه زي ما شايفين كده، حلوه شديد. انا اول مره بصراحه ادوق ماما غنوج، عمري ما دقتهاش يعني، طلعت حلوه، وصفه حلوه. فدي كانت الوصفه بتاعتنا. اتمنى لو عجبتك الوصفه ان انت تجربيها وتقولي لي في كومنت حلوه قبل كده عملت الكوسه ماما غنوج ولا لا. لغايه لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.